السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكم اجمل الترحيب. اليوم الاتحاد الكره واللجنه الاولمبيه على طاوله واحده من اجل دعم المنتخب الوطني، هذا الانجاز المهم تحقق يعني بالتاهل الى كاس العالم. هو دائما هذا واقع الحال الحقيقي. الاتحاد هو الفتى المدلل للجنه الاولمبيه، ابن اللجنه الاولمبيه. احنا نحب القدم وكره القدم كمشجعين قبل ما نكون مسؤولين، وراح تبقى هذا الألفة والمحبة موجودة، وهي موجودة، بس البعض يصورها أنه من جانب آخر وزاوية أخرى. وأخوكم سيد أحمد يعرف دائما أنه قلب اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية مفتوح الليل والنهار لهم. أكيد غير رئيس فبالعكس، فاليوم كنا بدنا نحتفي وبدنا نحتفل بإنجاز منتخبنا البطل وأسود الرافدين بما حققوه من نتيجة عادت مكانة العراق في وضعه الطبيعي في قارة آسيا. سيد أحمد، الإنجاز تحقق، هو الأهم الوصول إلى كأس العالم، لكن سنذهب إلى كأس العالم من أجل المشاركة أم ماذا؟ والله هو مثل ما تفضل الدكتور عقيل السيد رئيس اللجنة الأولمبية، فهناك حلم تحقق، لكن مثل ما تعرف بأنه رغم المجموعة الصعبة لكن يبقى الطموح عالي، يبقى أن المنتخب العراقي سيسعى بكل ما أوتي أن يحقق نتائج إيجابية في المونديال، ومتسلح بدعم كبير جدا من الجماهير العراقية، من الإعلام، من المسؤولين سواء كان الحكومة الاتحادية أو الشخصيات الرياضية الأخرى، من لاعبين النجوم، وبكل تأكيد دعم منقطع النظير من شخصية رياضية تعشق كرة القدم، وهو الدكتور عقيل المفتن، اللي كان داعم ومتواصل ويانا طيلة فترة التصفيات. الحمد لله والشكر تحقق الإنجاز، ويا رب نحقق إنجازات أخرى بكرة القدم. شكرا.